أنا هحكي لكم النهاردة عن مكان يمكن مش أشهر معبد في مصر، لكنه أكتر مكان المصري القديم كان يحلم يوصل له قبل ما يموت. مش عشان فيه كنوز ولا عشان كان أكبر معبد، لكن عشان كان مؤمن إن المكان ده هيحكي عنه حتى بعد ما يرحل. في قلب محافظة سوهاج واقف معبد هادي لا صوته عالي ولا بيحاول يخطف عينك من أول نظرة، لكن أول ما تدخل المكان تحس إن كل حجر بيبصلك وكأنه مستني يحكي. بيحكي عن ناس عاشوا وحبوا وخافوا من نفس الحاجة اللي كنا بنخاف منها كلنا، إنهم يتنسوا. ومن هنا بدأت الحكاية. من أكتر من 3200 سنة قرر الملك سيتي الأول يبني معبد في أبيدوس. أبيدوس ما كانتش مدينة عادية، دي كانت من أقدس الأماكن عند المصريين القدماء، لأنها ارتبطت عندهم بحكاية أوزوريس، رمز العدل والتجدد والأمل بعد الشدة. وكانوا يعتقدوا إن المكان ده ليه مكانة خاصة في رحلتهم الروحية، وعشان كده ناس كتير بتسافر أيام وليالي عشان تزوروا مرة واحدة في حياتهم. في زمن ما كانش فيه عربيات ولا طيارات، الناس كانت بتمشي كل المسافة دي علشان تطمن قلوبها. يمكن الإنسان بيتغير، لكن احتياجه للطمأنينة عمره ما بيتغير. بدأ سيتي الأول يبني حلمه، وكان نفسه يعمل معبد يليق بعظمة مصر، لكن القدر سبق الحلم ومات قبل ما يشوفه كامل. وهنا وحصل موقف جميل. ابنه رمسيس الثاني قرر يكمل اللي بدأه أبوه. ما قالش هعمل حاجة باسمي، قال هكمل حلم أبويا. وساعات أجمل حاجة ممكن يعملها الإنسان إنه يكمل الخير اللي بدأه حد بيحبه. ولما تدخل المعبد هتلاقي نفسك وسط نقوش مش مجرد رسومات، كل نقش بيحكي قصة ملوك وآلهة وزهور اللوتس وكتابات دقيقة، لدرجة إن علماء الآثار بيعتبروا نقوش أبيدوس من أجمل النقوش اللي وصلت لنا من مصر القديمة. تحس إن الفنان كان بينحت بقلبه مش بإيده. لكن فجأة هنقف قدام جدار يمكن شكله بسيط، لكن قيمته أكبر من كنوز. الجدار ده اسمه قائمة ملوك أبيدوس، عليه أسماء 76 ملك من ملوك مصر القديمة. القائمة دي ساعدت العلماء يعرفوا ترتيب ملوك كتير، وفهموا بيها أجزاء مهمة من تاريخ مصر. يعني الجدار ده لو ما كانش موجود كان ممكن صفحة كاملة من تاريخنا تضيع. وساعتها فهمت إن الحضارة مش بس بتبني مباني، الحضارة كمان بتعرف تحفظ ذاكرتها. ولسه الحكاية ما خلصتش. ورا المعبد على طول هتلاقي مكان غريب اسمه الأوزوريون. أول ما تنزل هتحس إنك نزلت العالم تاني. أعمدة جرانيت ضخمة، وفي النص جزيرة حجرية حواليها المية من كل اتجاه. المشهد كله يخليك تسأل هو ليه اتبنى بالشكل ده؟ لكن الإجابة أجمل. إن المصري القديم كان بيحكي بالحجر. المية كانت رمز للمياه الأولى اللي خرجت منها الحياة، والجزيرة بترمز لأول أرض ظهرت. يعني المكان كان كله معمول عشان يحكي بداية الخلق، وعشان تصميمه مختلف. ناس كتير طلعت بنظريات مختلفة وقالت إنه أقدم من الأهرامات، لكن الحقيقة مفيش دليل أثري على ده. وأغلب العلماء بيأكدوا إن اتبنى في عصر سيتي الأول. والسؤال اللي بيتسأل كتير، إذا كان أبيدوس بكل الجمال ده ليه ناس كتير ما تعرفوش؟ يمكن لأن أغلب الرحلات بتروح لأماكن أشهر، لكن الحقيقة مش كل حاجة عظيمة بتكون تحت الأضواء. في أماكن قيمتها في هدوءها، وفي ناس وجودهم في حياتنا أغلى من أي شهرة. المصري القديم ما كانش بيبني عشان يقول شوفوا أنا عملت إيه، كان بيبني عشان يقول ما تنسوش إحنا كنا هنا. يمكن عشان كده بعد آلاف السنين إحنا لسه بنقرأ أسمائهم وبنتعلم من فنهم وبنندهش من عقلهم. وفي النهاية المعبد ما كانش بيحكي عن الملوك، كان بيحكي عني وعنك، عن كل واحد فينا نفسه يسيب حاجة بعده. مش لازم تكون معبد ولا اسم محفور على حجر، يمكن تكون كلمة خلت حد يبتسم، أو حضن طمن قلب، أو إيد اتسندت عليها وقت الضعف.
هي دي الآثار اللي ربنا هيبص لها قبل الحجر. عشان كده لو سألتني إيه أعظم حاجة اتبنت في أبيدوس، مش هقولك المعبد ولا الأوزوريون ولا حتى قائمة الملوك، هقولك الأمل. الأمل إن الإنسان ممكن يرحل لكن أثره الجميل لأ، أثره الجميل اللي بيفضل يعيش في قلوب الناس. ويمكن دي كانت الرسالة اللي المصري القديم حب يوصلها لنا، إن العمر بيخلص لكن الرحمة والخير والحب ممكن يعيشوا أطول من الزمن نفسه.